عايزه اخدكم معايا في تجربه هتفيدنا كلنا عندنا حاجات بنحاول نوصل لها، وواحده من الطرق اللي ممكن تساعدنا هي الفيجن بورد. تعالوا معايا نعملها مع بعض واشرح لكم اكتر الموضوع ده بيمشي ازاي. اولا هنحتاج حاجه نحط عليها الصور. انا جبت سبوره عشان استخدمها كل سنه مش مره واحده وارميها. وهنحتاج اي حاجه نثبت بيها الصور. هكتب 10 اهداف عايزاهم يتحققوا السنه دي وهطلع لهم صور، وهختار كمان كود تكون دي الحافز بتاعي او الحاجه اللي هتديني امل. واللي هنعمله هو اننا هنعلقها في مكان نشوفه كل يوم، اكنها بتفكرنا دايما بال10 حاجات اللي قلنا هنوصل له. ناس كتير بتعمل الفكره دي بقالهم سنين وفعلا بتفرق معاهم وبيوصلوا لاهدافهم. في نظريه اسمها الفاعليه الذاتيه وقدمها عالم نفس، بيقول ان اللي بيكونوا مصدقين انهم هيوصلوا لهدفهم بيوصلوا له فعلا. وان لما الواحد بيكون شايف اهدافه قدامه، وهنا اقصد شايفها حرفيا، ده بيحفز عنده الفاعليه الذاتيه وبتفكر الواحد بقدراته وطموحاته، وده اللي بيتسمى بالمانيفستيشن. وفي حاجه في جسمنا اسمها راس ريتيكولر اكتيفيتنج سيستم، ودي عباره عن خلايا عصبيه موجوده في مخنا بتساعدنا على التركيز. فلما بنشوف اهدافنا على شكل صور، ده بيساعد مخنا انه يركز على الاولويات، وبيزود كمان الوعي بالفرص. يعني لو في فرصه قدامنا ممكن نستغلها، بيخلي الفكره دي تيجي في مخنا. وده كده شكل الفيجن بورد بتاعتي، وحطيت كام جمله تشجعني وتفكرني ان مفيش حاجه مستحيله، لان لو كده ما كانش حد عملها. والاهداف اللي نفسي اوصل لها هي الف اوروبا بشنطه على ظهري عشان نركز في التجربه نفسها مش في الماديات والشراء، اتعلم اتكلم فرنساوي وروماني زي ما بتكلم بالعربي دلوقتي، ارجع اتمرن باليه واوصل ل 52 كيلو، مش عارفه ازاي بس انا مش مصدقه نفسي في الحته دي، اعمل ماجستير في العلاقات الدوليه او حقوق الانسان، اقرا كل شهر كتاب، واهم حاجه نصحى كل يوم مبسوطه وصحتي الجسديه والنفسيه تكون كويسه. اكتبوا لي في الكومنتات هدف واحد عايزين توصلوا له السنه دي.